ازيكم يا جماعة؟ اليوم هحكي لكم حكاية غريبة حقيقية ومليئة بالغموض. قصة فنانة مصرية كانت نجمة في زمنها، اسمها بهيجة المهدي، واسمها الحقيقي هنريت كو. ولدت بهيجة يوم 8 من أغسطس سنة 1911 في مدينة الإسكندرية لأسرة يهودية. منذ صغرها كانت تحب الفن والمسرح، كانت شابة طموحة وشغوفة، ولم يكن أحد يتخيل أنها ستصبح نجمة سينمائية مشهورة. في بداياتها رأها المخرج الكبير توغو مزراحي، وقدمها في فيلم شالوم الترجمان مع الفنان شالوم سنة 1935. لكن القصة الحقيقية بدأت عندما تألقت مع الفنان علي الكسار، فقد كونا ثنائيا فنيا مشهورا جدا. الجمهور كان يحب أن يرى بهيجة في دور زوجة الكسار العاشقة والمخلصة، وكانت دائما تحاول حل الصراع بينه وبين والدته زكية إبراهيم، وهذا ما جعل أدوارها مع الكسار من أبرز عناصر أفلامه الكوميدية. تقريبا نصف أعمالها قدمتها معه، وحظيت دائما بدور الزوج. بعد أن تميزت في أفلام علي الكسار، أصبحت بهيجة معروفة بيقظتها وطيبتها وحبها لمن تحب، وكانت دائما تسعى لتقليل الصراعات وتلطيف الأجواء في أفلامه. أهم أدوارها كانت شخصية الزوجة الوفية والمحبة، والتي تسعى لإرجاع التفاهم بين علي ووالدته زكية. وكل دور من أدوارها كان يظهر جمال طبعها وصدق إحساسها، فأصبحت قريبة من قلوب الجمهور. قدمت مع الكسار أفلاما ناجحة مثل الساعة 7، خفير الدرك، سلفني 3 جنيه، وكل فيلم كان يساهم في تعزيز شهرتها وتثبيت موهبتها. ومع النجاح كانت حياتها الشخصية معقدة. في سنة 1940 ابتعدت عن الأضواء، والقليل من الناس يعرف أسباب غيابها، وقد ظلت حياتها حتى فتحت الأسرار لاحقا غامضة ومحاطة بالسم. في أعوامها الأخيرة حصلت تحولات نفسية غامضة، حيث أصبحت تعيش ضغوطا نفسية كبيرة وحدوث صراعات داخلية، حتى وصلت إلى النهاية المأساوية التي أصابت جميع من حولها بصدمة كبيرة. وفي سنة 1974 فقدت بهيجة المهدي عقلها وأصيبت بالجنون، وارتكبت جريمة صادمة بقتل زوجها وابنتها ووالدتها بالرصاص. بعد القبض عليها واكتشاف مرضها، تم نقلها إلى مستشفى للصحة النفسية في كاليفورنيا، وحجزت في عنبر الخطر حتى توفيت سنة 1979، وصودرت معظم ممتلكاتها وحساباتها البنكية. في الستينيات بعد اختفائها المفاجئ من مصر، ظهرت قصص غريبة جدا، قصص عن قط أسود كان يعيش مع بهيجة، وعن تصرفات غامضة في بيتها. بعض الجرائد زعمت أن القط كان مسحورا، وأنه يتبعها في كل مكان، لكن الحق الذي يثبته التاريخ كان واضحا: لم يكن هناك قط أسود ولا سحر ولا أي دلالات خارقة، إنما كانت شائعات نشأت بعد جريمتها المأساوية، حين حاول الناس فهم سلوكها وتفسير انهيارها النفسي الصعب. ولم تتوقف الشائعات هنا، بل امتدت لتصل إلى اتهامها بالتجسس، وإشاعة أنها كانت تعمل لصالح دول أخرى، خصوصا بعد هجرة أسرة يهودية كثيرة في تلك الفترة. ولكن الحقيقة أيضا كانت واضحة: لم يسجل لبهيجة أي ملف أمني، ولا تهمت في قضية، ولا ظهر اسمها في أي وثيقة رسمية من أي جهة. لم تكن جاسوسة، ولم يتعلق اختفاؤها بعمل سري، بل كانت هجرة هادئة بعد أحداث سنة 1948. المؤلم في الموضوع أن تحالف الشائعات والغموض حول بهيجة من فنانة محبوبة إلى شخصية مخيفة في عيون الجمهور، في الوقت الذي كانت فيه تصارع مرضا نفسيا يتضخم داخلها بهدوء مرعب. إن كنتم تحبون تتبع حكايات غامضة ومشوقة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم كل الحكايات، وترك تعليق أو إعجاب لدعمنا ومشاركتنا الحكاية مع أصدقائكم. كل دعم يزيد من حماسنا ويساعد القناة على النمو وتقدمها.